بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة رقم 105 لسنة 30 دستورية تم تأجيل الحكم فيها بجلسة 8 فبراير 2025. وقلنا إن الدعوة دي تختلف عن الدعوة السابقة اللي هي صدر فيها الحكم 9/11/2024 اللي اتكلمت عن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية. إنما هذه الدعوة اللي هي 105 لسنة 30 دستورية تتكلم عن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للمحلات والوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1981. السؤال اللي دور بقى في الناس واللي بتسأله دلوقتي، طب العقود اللي هي محررة بعد 81 مش هيسيبها زيادة؟ لا، إن شاء الله هيطلع الحكم، وأنا بقول لكم بكل ثقة إن شاء الله، عشان في تشابه بين الطلبات اللي مطلوبة الطعن اللي تم قبوله ودفع وادى عدم دستورية بالنسبة لواحد واثنين في ثبات القيمة الإيجارية، مادة 1 و2 في القانون رقم 136 لسنة 81 في عدم ثبات القيمة الإيجارية، هي نفس الأسباب. والمحكمة قالت رأيها في هذا الحكم، وهتقول رأيها إن شاء الله في هذا الحكم. ده تنبؤ يعني عشان مفيش حد وهو الواقع، وهو الواقع. ما بنجيبش حاجة ولا بنتكلم على حاجة ولا بنقول حاجة من عندنا. حكم محكمة دستورية عليا إن شاء الله هيتطبق، هيتطبق وهيتنفذ، وملزم للدولة هذا الحكم، وملزم للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تنفذ هذا الحكم. وإن قلنا المحكمة الدستورية المنوط بيها شغلتها يعني، والمراقبة على القوانين. لو لقت القانون مخالف للدستور هنا بتتدخل المحكمة الدستورية العليا. فالمحكمة، الناس بتسأل طب موقفنا احنا المحلات بتاعتنا اللي هي بعد 81؟ بقول لهم لا، إذا صدر إن شاء الله وهيصدر حكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات اللي هي سنة 1981، هيشمل جميع المحلات اللي هترجع للقانون القديم اللي هي بعد كمان 81. وده يعني قلنا مجلس النواب لما اتكلم وطلع حكم المحكمة الدستورية قال لك احنا هنعدل القانون كله، هنعدل قانون الإيجار الأماكن الوحدات السكنية والوحدات التجارية. مش كل شوية هيطلع حكم بعدم دستورية ونبدأ الموضوع من جديد، وما يصحش الأجيال تقول علينا إن إحنا مش عارفين نخلص قانون. إحنا كل حاجة جاهزة عندنا بالنسبة للوحدات السكنية والوحدات التجارية. فأصحاب المحلات اللي بيسألوا عن في حالة الحكم المحكمة بإذن الله بعدم دستورية إن شاء الله القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات التجارية، بإذن الله مجلس النواب هيكون دافع عليه إن هو ينفذ بقى، ويفتح الباب ويرفع الإحراج إن هو ينفذ. إحنا الوحدات التجارية كان أملنا كبير جدا، ولغاية دلوقتي بنطلب بيه إن شاء الله إن هي تحرر العلاقة الإيجارية في خلال مدة 6 أشهر لسنة بالكتير جدا، يطلع إيجاره بسعر السوق وتحرر هذه العلاقة. إن المحلات اللي هي قانون قديم بالذات، إن قانون قديم خلاص المحلات كسبت واشتغلت، فكنا عايزين فترة انتقالية سعر السوق يوصل الإيجار ويترك المكان ويسلمه للمالك، للمحلات والمكاتب التجارية والمصانع والمخابز. قانون إيجار قديم تسلم للملاك. فبقول للناس اللي هي بتسألني والسؤال اللي هو جه، وطب احنا هنعمل ايه لو العقد بتاعنا بعد سنة 81 مش هيطبق علينا زي؟ لا، ان شاء الله الحكم قال لك قبل، هو طالب كده، بس مجلس النواب هيمشي بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها. ومجلس النواب ده سلطة تشريعية، من حقه انه يشرع قانون. والله شرع قانون غلط يدفع بعدم الدستورية. وعايز اقول لكم يا جماعة، رئيس مجلس النواب
كان رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، قبل أن يعني قبل ما يتعين في رئيس مجلس النواب، فيفهم عدم الدستورية ويفهم ازاي الحكم ان شاء الله ما يدفعش عليه بعدم، لما مجلس النواب يشرع تشريع يكون هو الرئيس بتاعه ويشوف القانون هل مطابق للقانون او مخالف، مطابق للدستور او مخالف للدستور. ان شاء الله المحلات هيطبق عليها الزيادات، مفيش حد يقلق، لغايه اللي هي كل ما يشمل قانون الايجار القديم اللي هو قبل 31/1/1996. وشكرا.